قلت لي كان في طريقة ممكن أنا أكتشف إن الشخص ده الملبوس ده صعب 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 حياته، هو مش مدرك ولا مسيطر على أي حاجة في الجسد. إيه هو التلبس؟ هو سيطرة الجن على العقل بشكل رهيب. يعني انت ما بقيتش مسؤول عن عقلك. ايه اللي بيحرك جسدك؟ عقلك. ايه اللي بيتحكم ايدك تترفع، خطوتك تمشي؟ هو العقل. هو لو سيطر على العقل هو ده التلبس، غير المس. فالشخص ما بيكون لا صوته، هو مش صوته اللي انا بغير نبراتي. احنا نقدر نغير نبرات صوت بعض. عايزني ازعق هزعق، عايزني اعمل صوت تخين هعمل صوت تخين. شوف الفرق ما بين صوتي وصوتك. هو ده ان شخص تاني بيتكلم، شكل الجسم نفسه بيتحول. ما تفهمش ازاي ممكن عضلة الظهر دي تتني اتنين قدامك. يعني انا اصعب حالة شفتها طلع من راسها دخان اورنج دخان لونه برتقاني كده من المخ كده مثلا. بتشوف العجب العجاب. فده مستحيل، ما اعتقدش ان انت تقع في شخص ده، لاني صعب. صعب ليه؟ هو مش موجودين أكتر؟ فين هم؟ قليل قوي لما تلاقي الحالة دي.